نتعلم فيه اصلا خالص. انا حاسس ان احنا عايشين في مقلب زباله، الزباله في كل مكان بنشوفها، في الدور، في المدرج، في السكاشن، في كل حاجه بنشوف الزباله، حتى في الحوش. يعني المفروض نكون في مكان نظيف نتعلم فيه. الزبالة في المعهد هنا ان الاداره مهمله وما بتركزش في حاجه، وفي زباله كتير في كل حته، في الطرقه وفي المدرجات وفي السكاشن، في الغرف، في كل مكان في زباله قدام المعهد وجوه المعهد. والاداره لا بتجيب مثلا باسكت نحط فيه الزباله ولا الكلام من ده، ولا حتى مثلا ما فيش مكان ترمي، فبتضطر انك ترمي الزباله في الارض. هنعمل ايه طيب؟ دلوقتي عندك حضرتك مشكلة الزبالة دي في جميع السكاشن، في جميع المدرجات، في جميع الفصول عامة يعني. ودي حاجة مش كويسة، لأن المكان بيدل على صاحبه. فاحنا عايزين نعمل مجموعة أو مجموعات، نجيب زي موحد اللي هو يبقى مكتوب عليه شباب بيحب الخير، وبعد كده نجيب حاجات. بس أهم حاجة نرجع الأول للإدارة بتاعة الكلية، الباشمهندسة أحلام، نكلمها في الموضوع ده الأول. دي اهم حاجة، علشان هي اللي هيبقى كل حاجة معاها الموافقة معاها، وهي اللي هتساعدنا اكتر ان احنا نلم الزبالة كلها. ماشي، شكرا.